بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. احنا جينا من مدينة فاس، يعني من المركب الجامعي ظهر المهراز ولا سيما الطلبات ديال السايس ما نساوهمش، والمركب الجامعي ديال تازا. احنا جينا لمدينة الرباط لهنا العاصمة ديال المغرب، لأننا قمنا مسبقا بمجموعة من الاحتجاجات يعني في المدينة. احتجينا قدام النيابة بواحد الشكل، يعني اللي كان واحد جماهير اللي كانت ضخمة، وتحجينا مره اخرى عاوتاني يعني في السونتر ديال فاس، المركز ديال فاس. ولكن كل هذه الاحتجاجات ومسبقا اننا جينا للرباط، جينا حدا مصدر الشؤون المنح اللي كاينه هنا في الرباط، وجينا درنا مسبقا يعني باش نظاهروا. حنا ما كنطالبوش يعني بشي حاجه كبيره، حنا كطلبه طالبين غير شي حاجه بسيطه يعني اللي هي ضروريه وخصكم توفرها لنا. حنا ما كنطالبوش يعني بشي ثروات، يعني كنطالبوا من الفوسفات ولا كنطالبوا بثروات سمكيه. حنا كنطالبوا فقط غير بريستو، حيت لحد الان تخيل معايا العام سالا، يعني الشهر نصف السنه هو هذا، يعني حنا مقبلين على امتحانات وانا مازال لحد الان ما مستفدتش يعني بطاقه ديال ريستو. تخيل معايا انا مازال لحد الان كنطيب راسي وكنوجد راسي، انا طالب جامعي. هذا واش دابا هذا هو المغرب 2024؟ واش هذا هو المقدم المونديال؟ ما يمكنش يا عباد الله. انا طالب جامعي مازال لحد الان كنطيب راسي وكنوجد راسي، مع العلم اني ساكن في مدينه زونات، يعني انا ماشي ولد فاس، انا غير كنقرا، يعني انا كنقرا في فاس. والحي الجامعي بزاف كتلقى ان 8 ديال الاشخاص في شومبر واحد، 7 الاشخاص في شومبر واحد، راه بزاف يعني بحوايجهم كلشي ديالهم، واحد الطاقه استيعابيه، يعني الحي ما قدرش انه يسكن. بنادم كتلقاه مسكين غادي غير بكشتو، غادي كيبات هنا الليله كيبات هي، يعني بنادم مكرفس، طلبه مكرفسين، واحد الحاله لا يوصلها. حنا كنطالبوا ما هاد الناس، ما هاد المسؤولين، يعني ما هاد الناس اللي كيدعوا المسؤوليه انهم يشوفوا محلنا. حنا راه ابناء هاد البلد السعيد، وحنا يعني الا احتاجنا هاد البلاد في اي وقت حنا مستعدين. كيف ما كيقول القول ان الراجل يموت على ولادو ولا على بلادو، هذه راه يعني كيف ما كيقولوا. حنا يعني شنو كيقولوا له، كنطالبوا بالريستو، كنطالبوا بمنح، يعني زياده في المنح، لان المنحه ما كافياناش. راه يعني كتعوق 10000 ريال في الشهر، غدير لك 10000 في هذا الوقت هدايا؟ 10000 ريال راه بنادم كياكلها غير في هنايا، غير غدا يعني كيضربها هنايا. هذا الشيء اللي كنطالبوا، يعني ما كنطالبوا شي حاجه اللي كبيره، وكنبغيو شي حاجه اللي كبيره. بغينا غير شي حاجه بسيطه يعني توفر لنا باش نقراو ونديو داك الشهاده ديال الاجازه ونفرحوا بها والدينا، وحتى حنا نخرطوا في سوق الشغل ونكونوا ان شاء الله عجله ديال هذا الوطن، لاننا حنا كنبغيو بلادنا وكنبغيو حتى حنايا، بغينا نحسنوا بلادنا وبغينا نخدموا بلادنا حتى حنا. علاش ما نكونوش حتى حنايا كنخدموا في هذه العجله؟ وشكرا لكم جزيلا، وكنشكر كاع الطواقم اللي كتصور وكتقوم بالعمل ديالها، فشكرا جزيلا لك. وكنشكر الاصدقاء اللي قاموا بهذه الخطوه النضاليه اللي جاوا، وتحيه لكم جميعا، وتحيه. في البدايه تحيه كل المنابر اللي كتبع الاشكال ديال الطلبه والطالبات. معكم يعني ابراهيم، مناضل في صف اتحاد وطني طلبه المغرب من داخل فاس. يعني الطلبه حاليا متواجدين من داخل مدينه الرباط في وقفه احتجاجيه امام قبه البرلمان، كما يسميها الطالب قبه الطرطره. فالطلبه متواجدون هنا على ارياس ملف مطلبي اللي كيطالبوا به وعادل مشروع، كيطالبوا ببناء حي جامعي للطالبات من داخل المركب الجامعي دار المهراز، وحي جامعي للذكور طلبه من داخل المركب الجامعي سايس، وكذلك زياده الطاقه الاستيعابيه ديال الاحياء الجامعيه، لان الطلبه ديال الروافد كيشكلوا نسبه جد كبيره في المركبين الجامعيين. وبالتالي بغينا الطلبه ما يديروناش الهضر الجامعي وما يغادروش مقاعد الدراسه، خصنا نوفر لهم السكن كشرط اساسي للتواجد ديالهم من داخل الجامعه. اضف على ذلك كاين اشكال اخر اللي هو الاشكال ديال النقل الجامعي من داخل مدينه فاس، اللي الطلبه اول عمليه عندهم ما يسمى الخرده ديال النقل، الجوده جد مهترئه، الاسعار جد مرتفعه. اضف على ذلك الخطوط المباشره غير متوفره، واللي كيطالبوا بها الطلبه وبكثره. خصهم خطوط كتربطهم بين المركبين الجامعيين والاحياء يعني السكنيه ديالهم. فكذلك كيطالبوا بصرف المنح في الاوقات ديالها والزياده في القيمه ديالها وفي العدد ديال الاشطر. وكيطالبوا ايضا يعني المطعم الجامعي يتبنى مطعم جديد، ويكون كذلك العدد ديال الطلبه اللي كيستافد هما الطلبه كلهم بدون استثناء، لان الوضعيه ديال الطلبه من داخل الجامعه وضعيه جد مزريه، ما كاينش عنده القدره باش يواكب يعني التغذيه ديالو بشكل مستمر، على اعتبار ان كاين واحد التضخم في الاسعار اللي كتعرفوا المغرب حاليا. وبالتالي هذه الوضعيه اللي كتحتاج واحد الدعم مادي لهذه الفئه. اللي كنا كنهضروا يعني في التقارير الرسميه مثلا ديال المندوبيه الساميه للتخطيط عن الهدر الجامعي يصل لما يزيد عن 50%. فالحلول هي هذه، هي نوفروا الشروط الاساسيه والماديه لتواجد الطالب من داخل الجامعه. انذاك سوف تقل هذه الظاهره ديال الهدر الجامعي، ويستطيع الطلبه يحصلوا الدبلومات ديالهم ويمشيوش من الجامعه فارغي الايدي. والاشاره راه الطلبه ماشي غير يحبسوا جو الرباط، راه من البدايه ديال الموسم الجامعي كياخذوا اشكال نضاليه على مستوى الكليات، على مستوى الحي الجامعي، رئاسه الجامعه، مشاو للجامعات فاس، مشاو لولايات جهه فاس مكناس.
ولم تكن استجابه، وبالتالي جاوا لهذه المدينه هذه لعل وعسى كما يقال تكون يعني اداه صاغيه الاشكالات والمعاناه ديال الطلبه اللي كيعانيوها من داخل يعني مدينه فاس بالمركبين الجامعيين دار المهراز وتازه. يعني المعطى الصحيح هنا هو ان الطلبه كانوا دايرين تظاهره مدينه تازه نظرا لان الحي الجامعي وخارج المجال الحضاري كانوا دايرين تظاهره على انه يكون عندهم الطوبيس اللي كيربطهم بالمدينه اليوم ديال الحد. ما يمكنش الطالب تديرو في الخلا، ما عنده بيفيت، ما عنده حانوت في الحي حتى حاجه، وما كاين مطعم كيخدم في الحد، وفي نفس الوقت المواصلات مع المدينه ما كايناش، راه في الخلا، خاصهم الطوبيس يخدم بالحد. كانوا دايرين تظاهره قمعوهم، هذه في تازه ماشي في فاس، قمعوا ذاك التظاهره واعتقلوا 15 طالب وطالبه، وحاليا تم الاحتفاظ 3 ديال الطلبه المناضلين ديال اتحاد الطلبه المنهج الديمقراطي القاعدي في السجن السيء الذكر تازه على خلفيه هذه التظاهره والتدخل يعني القمعي اللي كان في حق الطلبه والطالبات من داخل مدينه تازه. دونك الطلبه عندهم مطالب ديمقراطيه انه ما يبقاش التدخلات القمعيه في حق الطلبه والطالبات من داخل يعني الجامعات، فالطلبه ينظمون انفسهم بنفسهم ويأخذون اشكال راقيه جدا. ولا خير مثال هذه الوقفه، هذه الطلبه ليسوا مشاغبين وليسوا اي شيء من هذا القبيل، وبالتالي لا مبرر يعني للقمع اللي كيتمارس في حق الطلبه والطالبات الا وانه الناس ما باغاش تقدم اجابات وحلول للطلبه، فملي كتعجز على انها تقدم اجابات وحلول كتلتجئ لانها يعني الخيار الاخر اللي هو القمع والاعتقالات الصفوف ديال الطلبه والطالبات الحركه الطلابيه بشكل عام. انا طالبه ديال دهر مهراز. انا واحد الطالبه اللي كنعاني من مجموعه من الاشكالات الماديه، اولا النقل اللي واحد النقل اللي هو ما كتوفرش فيه كاع الشروط ديال الطالبه، يعني واحد النقل اللي هو مهترئ. زيد على ان الطالبات كيعانيو انهم كينوضوا في الصباح بكري باش يشدوا الخطوط باش يجيو لعند الكليه، وما كيشدوش مثلا غير كاين اللي كيشد حتى ل3 4 ديال الخطوط. يعني حنا جينا كنطالبوا اولا بالخطوط المباشره ديال النقل، وبصفتي طالبه انا كنعانيو اننا الحي الجامعي خصوصا الطالبات ديال دهر مهراز ساكنين كيقراو في دهر مهراز وعاطينهم الحي الجامعي يرحلوا لهم حتى لسيس، يعني بحال اللي قلتي سافرتي مدينه. يعني الطالبه انها كتقرا في دهر مهراز وحاطين لها الحي في سيس، راه لا يعقل، راه باش تنوض بكري وزيد عليها النقل حتى هويا راه اشكاليه. داكشي علاش حنا كنطالبوا ببناء الحي الجامعي عند الطالبات في دهر مهراز. علاش جيتوا اليوم للرباط؟ هاد المطار اش كطالبوا في فاس، ولكن علاش بالضبط الرباط؟ لان فاس راه حنا درنا مجموعه ديال سميتو ديال وقفات، وقفنا من بينها في الرئاسه، في الجهه، في الولايه، ولا اجابه. كنتصدموا بان الناس كنمشيو كنوقفوا، ولكن كنتصدموا بسياسه الاذن الصماء.